الشائع بين ناس كتير يعني جدا ان مثلا ايه حسيت بتقل في ودني فانا قررت هروح اغسل ودني. فهل الموضوع بقى غسيل الاذن ده ليه اضرار عليا انا؟ المشكله عندنا كمصريين او كعرب بوجه عام اللي احنا دكاتره نفسينا، كده احنا مع نفسي. قررنا ان انا ما حدش بيقرر اللي هو يروح يغسل ودنه. طب ما الافضل من ده والاولى من ده هروح استشير دكتور واشوف هل اوريدي ضعف السمع ده سببه شمع هو اللي عامل المشكله ولا لا. خلاص اوريدي طب لقينا في شمع فعلا في الاذن وهي اللي عامله المشكله ديت، مين اللي يقول في غسيل او ما فيش غسيل؟ ده بيرجع برضك لحسب شكل الشمع اللي جوه الودن، هل هو نسبه كبيره نسبه صغيره، فده بيرجع للدكتور. نصيحتي انا الشخصيه اللي انا ما استعجلش في ان انا اخد قرار ان انا اغسل ودني، لان كتر غسيل الودن ده ممكن ياثر على القوقعه ذات نفسها، في ضغطه جامده من غسيل الاذن ديت ممكن الطبله تتخرم اصلا. طب يعني انا مثلا عايزه اسال حضرتك برضو كبيشنت، ممكن حد يرشح له او الدكتور نفسه يرشح له غسيل الاذن، ايه بقى الحل البديل اللي انا اخد بالي منه لغسيل الاذن بالميه يعني او بالسرنجه انا او باي خلاص حاجه؟ اوريدي الدكتور قال لي اللي انا فيه شم ولازم يتشال، خلاص خدت القرار ان انا اغسل ودن. ابتدي اشوف الدكتور ده، لو دكتور لسه صغير ما عندوش الخبره الكافيه في موضوع غسيل الاذن ممكن الله لا يقدر تسبب في خرمه الطبله او التهابات في الاذن. انا بفضل شفط الشمع افضل من اللي انا اغسل ودني، ويا اما ابتدي اتبع بعض العلاجات اللي هي بتسيح اوريدي الشمع دوت وبينزل بالليل في صوره سايله ليكويد كده بالليل وانا نايم.